هالزمانات رجل تزوج، وثاني يوم من زواجه عمل مائدة من الطعام وقعد عليها هو وأمه وزوجته. قام هذا الرجال صب الحصة الكبيرة وحطها قدام زوجته، وصب صحن عادي وحطه قدام أمه. هون زوجته على قد ما هي أصيلة وحكيمة مباشرة وقفت وطلبت الطلاق. قالت له هسه بدك تطلقني، طولي بالك يا بنت الحلال، خير إن شاء الله، شوفي. قالت له هسه بدك تطلقني، العرق دساس وأنا ما راح أكمل زواجي معك ولا راح أنجب منك طفل وأنهان منه مثل هاي الإهانة. وللأسف بعض النسوان لما جوزها يفضلها على أمه بتفكر حالها أنها هي انتصرت وراح تعيش مرتاحة البال، ونسيت أنه كما تدين تدان. المهم هاي المرة اتطلقت ورب العالمين بعث لها ابن حلال وبار بأمه بشكل مش طبيعي. مرت الأيام والسنين وهاي المرة جابت من زوجها 4 أولاد. ومرة من المرات بعد ما كبروا الأولاد كانت راكبة على الجمل من فوق على هودج وأولادها ال4 ماشيين حواليها وخايفين أمهم تقع، يعني بارين بأمهم وحوالين أمهم بكل الطريق. المهم هم ماشيين شافت هاي المرة قافلة من الجمال جاية وماشي وراها رجل كبير بالسن وحافي القدمين وما في حدا بيعتني فيه أبدا. المهم هاي المرة شو قالت لأولادها؟ توجهوا باتجاه هاي القافلة اللي ماشي وراها الرجل العجوز، بدي أشوف شو قصته. والله المهم المرة وصلت لعند القافلة، لما قربت لعند هذا الرجل العجوز واللي هو جوزها القديم، اجت قالت له أنت عارفني شيء؟ جا قالها لا. قالت له أنا مرتك القديمة، فكرتني؟ ما قلت لك إنه العرق دساس؟